حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ بيقولوا الفسيخ في العيله يبقى ب 600 جنيه وب 700 جنيه. طب ليه طيب يا جماعه؟ طب ما احنا نعمله في البيت، وعلى فكره سهل جدا وتقدري اي حد فينا يقدر يعمله. ده مفيش اسهل منه. اول حاجه احنا هنختار السمك البوري الاصلي، يكون حد موثوق منه. اول حاجه اللي هو الراس بتاعته بتبقى زي النص يعني مدوره كده، وفي عند الزعنف بتاعتها حته غامقه بالشكل ده كده. احفظوا بس شكله كده عشان ما تتغروش فيه، عشان بيبقى فيه اشكال تانية شبه البوري بالظبط وهي مش بوري. تمام كده. السمك ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، السمكية اكتر من كيلو. تمام كده. وانقي كمان عينه تكون سودة قوي وبتلمع، عشان ايه؟ نتأكد ان هي طازة. انا غسلته كويس جدا، وغسلت الخياشيم بتاعته، طلعت كل الحاجات اللي فيها دي، الطينة اللي فيها دي، وبعد كده حطيته في مصفى. حطه في علبة في قلب المصفى، عشان خاطر انا يعني انا عايزاهم كده، راسهم لتحت كده عشان ينزلوا اي دم فيهم او اي حاجة احنا مش عاوزينها. هسيبها يوم بحاله، مش يوم 24 ساعة، لا. يعني انا جبت السمك ده الصبح، سبته لغاية بالليل. تمام كده. لغاية لما نشف، وبصوا بقى عامل ازاي، بقى مش طري خالص، تحس ان السمكية ناشفة، ما فيهاش اي حاجة. طبعا واضح من السمك، شوفوا عامل ازاي، نشف خالص من المية اللي فيه. وكمان انا احط له بقى المناديل دي عشان اطلع باقي الدم او باقي المية اللي انا اللي في الخياشيم. طبعا الخياشيم بطنه لسه بتطلع دم. هحط بقى المناديل دي عشان اسحب اي دم فيها او اي مية زيادة كانت في السمكية. هعمل كده في كل السمك، احط فيه مناديل اليوم كلهم، عشان طبعا اشيل كل المية الزيادة او الدم اللي بينزل من بطن السمكة. الطريقة دي هتخلي ريحة الفسيخ معايا ما تبقاش وحشة خالص. عن تجربة سنين، يعني انا بعمله على طول في البيت، ما بحبش اشتري جاهز خالص خالص من الريحة اللي الواحد بيشوفها او الواحد بيشمها. فانا لما بعمله بالطريقة دي ما بلاقيش في السمك بتاعي ريحة خالص، وكل اللي كل من ايدي سمك حلف بحياته. شايفين بقى انا بطلع المناديل كده من خياشيم السمك، امتصت كل الدم اللي فيها والميه الزياده اللي في الخياشيم. كده السمك بتاعي زي الفل كده، ونضيف وناشف وغسلاه وزي الفل. في ناس تقولك لا السمك ما يتغسلش، لا يا جماعه، السمك بيتغسل وكويس جدا كمان. طبعا انا هتخلص بقى من المنظر ده، معلش بس انا حبيت اوريهولكم. آه بصوا الخياشيم بقت عامله ازاي، انا غسلاها ومخليها نضيفه جدا، بس طبعا الميه والدم ده طبعا اللي بينزل من بطن السمكه. هنشف تاني برضو كويس جدا من اي دم نزل من الخياشيم بتاعته. هنشفها كويس جدا، وابتدي بقى اعمل للسمكه مساج. طبعا السمكه بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر عشان كبيره، فهي ايه تعبتني شويه في المساج بتاعها. لازم ان انا اعملها كده، اسيب السلسله بتاعه السمكه، الشوكه الكبيره دي. احاول ان انا اسيبها كده من اللحم عشان يستوي معايا بسرعه، ما ياخدش وقت، وكمان يبقى عامل زي الزبده. انا كده عملت كل السمك، عملت له المساج بتاعه. شايفين ناشف ازاي يا جماعه؟ ما فيش ميه خالص، لو كان في ميه هتلاقيه بيلمع، ما فيهوش ريحه الميه تماما. طبعا هنا الخلطه بتاعته اهي، ما فيش اكتر من كده. ملح خشن ورخيص جدا، الكيلو منه ب6 جنيه. كيلو الملح من ده ب6 جنيه. طبعا انا مش كيلو كامل، احنا بناخد الكميه على قد السمك. دول حوالي 6 معالق كبار، يعني تقريبا كده كل سمكية معلقتين كبار. تمام كده. انا مش بكيل، يعني انا بعمل كده بالبركه، بس بيطلع مظبوط معايا. حتى الملح الخشن ده لو زياده معاكي ما تخافيش منه خالص، هو السمك مش هياخد اكتر من اللي هو عايزه، وهيطلع معاكي مظبوط جدا، والحدق بتاعه مظبوط جدا. طبعا الملح، وحطيت معلقه شطه كبيره. الشطه دي مش هتخليكي الفسيخ حراق خالص، بالعكس دي ماده حافظه ليه. ومعانا كمان معلقتين كبار بابريكا، معلقتين كبار بابريكا ومعلقتين شطة أو معلقة زي ما تحبي. والملح الخشن. ما هو بصي، هو يعني أنا مش حاطة معيار، أنا عشان أنا بعمله على طول. فأنا حطيت شوية كده في الكيس من تحت، فرشت في الكيس من تحت. هتجيبي شنط كبيرة قبل ما تبتدي تعملي في الفسيخ، جهزي كل حاجتك عشان ما تحتاجيش حاجة من بره. هتجيبي شنط كبيرة من عند بتاع الشنط. تمام كده. مش الشنط بتاعت العيش بقى، لا، الاكبر منها. قولوا له عايزه اكبر مقاس شنط عندك، عشان تعرفي تحطي فيها السمك كده يبقى براحتك. لو السمك صغير عادي، ممكن تعملي في الشنط اللي احنا بنجيبها للعيش، مفيش مشكله، هتكفي. بس عشان انا السمك بتاعي بسم الله ما شاء الله كبير، فانا جبت له شنط مخصوصه كبيره. انا طبعا حطيت طبقه
من الملح والشطة والبابريكا كده من تحت، وبعد كده حطيت السمك عليها. بعد كده بقى ان انا هحشي الخياشيم بتاعته، هحط كده هاملة الخياشيم بقى على اخرها. انا اتعمدت ان انا احشي الخياشيم في قلب الشنطة عشان اللي بيقع ده يقع في قلب الشنطة، ما يبقاش بره. تمام، عشان لما بتحشيه وهو بره وتيجي تحطيه بيكون كل ده وقع تاني. فاحشي الخياشيم وهو في قلب شنطته كده اللي هو هيتلف فيها، علشان ما اللي يقع في قلب الشنطة، ما يقعش بره والاخر نرجع نحطه تاني. انا كده هحشي كده الخياشيم كلها بتوع ال3 سمكات كويس جدا، واتكي بايدي كده خليه يخش جوه الخياشيم كلها الملح بتاعي. طبعا الشطه انت هتيجي تاكل الفسيخ مش هتحسي ان هو مفيهوش شطه اصلا، ما بيبقاش فيه ريحه الحرقان نهائي. يعني انت لو مش من هواة اكل الشطه او السبايسي، فما تخافيش خالص، الشطه مش هتبان خالص في طعم الفسيخ، ومش هيبقى حراق خالص خالص. دي بس مجرد ان هي ماده حافظه للفسيخ بتاعي، وكمان هتمنع اي روايح كريهه مش هتحبيها، مش هتلاقي الريحه دي خالص في الفسيخ، وعلى ضمانتي. وهتجربي الطريقه دي ومش هتندمي. كده احنا حشينا الخياشيم كويس جدا، وبتكي كده بصابعي عشان املى الخياشيم كويس جدا. شايفين؟ سهله جدا يا جماعه. انت حتى لو بنوته ولسه اول مره تعملي او خايفه تعملي، ما تخافيش خالص، اعملي على ضمانتي. يعني انت ستي لو جبتي كيلو الفسيخ دلوقتي، السمك البوري دلوقتي عامل 230 جنيه و240 جنيه اللي هي السمكة الكيلو. السمكة اللي هي نص كيلو، اللي هما 2 في الكيلو، كيلو عامل 200 جنيه. طبعا هو غالي جدا عشان طبعا ده موسم وكل الناس دلوقتي بتعمل في الفسيخ. هجيب بقى بقية الكمية بتاعتي كلها رشها كده على بقية السمك. تمام كده. هو الملح مش كتير خالص، ما تخافيش، ولو حطيتي اكتر من كده ما تخافيش. الملح الخشن ده ما تخافيش منه عشان هو مش بيدوب بسرعة. هو السمكة هتاخد الحدق بتاعها بس، والباقي هتلاقيه زي ما هو سليم. على فكرة لما تيجي تفتحي عليه هتلاقي الملح فيه ملح خشن لسه ما دابش في السمك، هو بياخد الكمية اللي هو عاوزها بس. همسك كده الشنطة ابرمها كويس جدا جدا جدا. على فكرة يا جماعة، انت لو مش حابة تعملي في شنط وحابة تعملي في علبة، لو عندك علبة كبيرة محكمة الغلق، تكون محكمة جامد جدا ما تدخلش هوا، على فكرة ممكن تعملي فيها عادي جدا. او برطمان عايزة تعملي فيه، اعملي فيه عادي جدا ما تخافيش. اهم حاجة ما يخشلوش هوا، وتحطي على بوز البرطمان من فوق شنطة او كيس بلاستيك، وتقفلي الغطا عليه كويس جدا. اهم حاجة ما يخشلوش هوا بس. هلف هنا في كذا شنطة بالشكل ده. يعني حطيت انا حوالي 4 شنط او 5 شنط بالشكل ده كده. هجيب بقى هنا اللي هو الاسترتش راب دوت، هبتدي بقى ان انا الف كمان. انا عايزه احكمه خالص، عشان لو دخلوا هوا هيعمل ريحه وحشه، وهيعمل لي ريحه وحشه في المطبخ، وكمان ممكن يبوظ مني. فانا بحاول ان انا ما اخليش اي نقطه هوا تخش له. هلفه بقى كويس جدا بالاسترتش دوت كده. لو ما عندكش الاسترتش ده مش مشكلة خالص، ممكن تلفي برضو في شنط تانية. المهم ان احنا نخليه بالشكل ده كده ملفوف كويس جدا. انا هعمل خطوة كمان بقى، عشان هو المفروض ان هو ما يتعرضش للضوء، المفروض ان احنا نعتمه خالص. فانا هلفه بورق فويل كمان. تمام كده. هلفه بقى بالورق الفويل كويس، مش عايزة برضو ان هو يخش له ضوء خالص خالص. معلش انا طولت عليكم الفيديو شويه، بس لازم امشي معاكم الخطوات كلها واوريكم كل الخطوات اللي انا عملتها ايه، عشان نبقى ايه يعني، يبقى ماشيين صح وشايفين كل الخطوات، ما تفوتكوش خطوه من اللي انا عملتها. وان شاء الله هتاكلوا احلى فسيخ. واعملي كده وجمدي قلبك، في ناس كتير جدا بتخاف ويروحوا يشتروا بمبالغ قد كده وتلاقيه ما فيهوش خالص. يعني بتلاقي يعني الكيلو على يعني بتجيبيه ب500 جنيه ولا ب600 جنيه، وممكن يكون اكتر كمان على العيد. بيبقى اسعار غالية جدا، وتروحي عند بتاع الفسيخ وتلاقيه زحمة موت. انا مش عارفة ليه، مع انه يا جماعة سهل خالص واحنا نلحق نعمله على فكرة. مش هياخد مننا وقت خالص، ما خدش مني وقت خالص. وكل سنة وانتم طيبين يا رب كده. ايه ربنا يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات كده، ويكون عيد سعيد عليكم، ويكون احلى فسيخ تاكلوه ان شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك للقناة، والاشتراك للفيديو واللايك للفيديو بالله عليكم. لايك للفيديو واشتراك للقناة. وانا بقى كده هحطه على الرخامة، هحطه في شنطة سودا كمان
عشان برضه يعني أبعد عنه الضوء خالص، أحطه في شنطة سودا وأحطه بقى كده على الرخامة يمين وشمال، كل يوم أقلبه على الوجه التاني، كل يوم أقلبه على الوجه التاني، تمام كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروا مني بقى